البرودكت لايف سايكل يمكن تطبيقها كمان على 3 حاجات أو 3 ظواهر كده بنلاقيها موجودة في حياتنا بشكل عام. الستايل أو النمط، الفاشون أو الموضة، الفاد أو الصيحة أو اللي بنسميها كده برضو التقليعة. هنلاقي إن البرودكت لايف سايكل يمكن تطبيقها على ال3 أشياء دول. إزاي؟ ستايل او اسلوب او نمط، ده بيكون بيزك، شيء اساسي، وبيكون شيء معبر عن طريقة حياة الشخص او طريقة استعماله لبعض المنتجات او ادارة اموره. زي ايه؟ زي ما يبقى ستايله انه يركب سيارات رياضية، ستايله انه يركب سيارات فارهة، ستايل المنازل ان هي يبقى ريفية، ستايل المنازل اللي هي المودرن، ستايل المنازل الستيل، ستايل اللبس الفورمال بيلبس فورمال على طول، ستايل اللبس الكاجوال بيلبس كاجوال على طول، وهكذا. ستايله طريقة نمط حياته او ادارة حياته. فبنلاقي ان الستايلات دي او كلمة ستايل ده اول ما بينزل بيقعد جينيريشنز، بيقعد لأجيال كتير، يختفي في بعض الفترات، يخبو يعني او يقفل كده، وبعدين يرجع تاني بقوة. راجع كده الناس مثلا في الافلام القديمة اللي بنشوفها، والناس الطلبة في الجامعات كان بنلاقي ستايل بتاعهم ايه؟ ستايل بتاعهم ان هم لابسين فورمال في الجامعة، رايح الجامعة ببدلة كاملة وكرافات ولابس طربوش. ده ستايل. الستايل ده ما خلص في وقت بسيط، يعني ما كانش مثلا موجود في 5 6 سنين واختفى. لا، ده قعد في طول عمر الناس في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، وبعدين بدأ يقل شوية في الستينات، وبعدين اختفى في السبعينات. مفيش حد بيروح الجامعة ببدلة كاملة، وهكذا. طريقة البيوت بنلاقي زمان طريقة البيت شكله مختلف، كان قديم وعتيق، وبعدين ظهر ستايل البيوت المودرن، وهكذا. وبالتالي بنلاقي زي ما احنا شايفين شكل الستايل ده بيبقى واخد الجروث بتاعه طالع، وبعدين الماتيوريتي وينزل، وبعدين يطلع ويظهر، وبعدين ينزل، وبيقعد مدة طويلة جدا. ده الستايل او نمط او الاسلوب الحياة. الفاشون بقى او الموضة مختلفة عن الستايل. مختلفة عن الستايل في ايه؟ انها بتعبر على الستايل ده، بتبلور شكل الستايل ده في فترة معينة، او في خلال مجال معين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو احنا قلنا الستايل بتاع الناس ان هي تلبس فورمال، ده ستايل ان هو بيروح الشغل او بيروح الجامعة بفورمال كلوزز. شكل الفورمال كلوزز ده ايه؟ ده الفاشون. يعني لو احنا بصينا على الفورمال كان لازم يبقى بدلة كاملة بكرافات بقميص بشوز كلاسيك. ده كان شكل الفورمال. بعد كده شكل الفورمال اختلف. ليه؟ هنلاقي ان الفورمال عند الناس دلوقتي بدلة ممكن تبقى بدلة من غير كرافات، ممكن تبقى بدلة بالجزم او التشوزس اللي هي الشرابات اللي عليها قصيرة دي، مع اختلافك بقى او اتفاقك معاه، انما دي الفاشون. ممكن يبقى الاجتماعات، ستايل الاجتماعات بعد ما كان بيبقى هو في كل الاحوال فورمال، انما بعد ما كان فورمال كامل او لازم يبقى لابس البدلة بشكل كامل، لا، ابتدى يبقى بيزنس كاجوال، اللي هو ممكن يبقى لابس بنطلون جبردين او بنطلون مثلا كتان وقميص كتان، او يبقى لابس جاكيت كاجوال، وهكذا. ده هنا الفاشون او الموضة. انما مش الستايل. الستايل احنا اتفقنا الستايل ان هو فورمال، خلاص، ده ستايله فورمال او ستايله كاجوال. شكل الفورمال والكاجوال ده عامل ازاي بقى؟ ده الفاشون. وبالتالي الفاشون ده بينمو بشكل بطيء، بيبدأ يظهر بطيء. يعني ابتدى مثلا الموضة اللي طالعة دلوقتي الجزم، انها الشرابات القصيرة والبنطلون يكون قصير، اللي هو مع تحفظي يعني عليه في احيان كتيرة، ولكن خلينا نقول انه ابتدى يبقى موجود. هل ظهر مرة واحدة؟ يعني صحينا الصبح لقينا كل الناس صحيت من النوم، او الشباب يعني صحي من النوم بيلبس ده؟ لا، ابتدى يظهر
ببطء، وبعدين ابتدى يبقى موجود بوبيلر لفترة، وبعدين هيديكلاين او هينحدر ببطء. يبقى ده الفاشون. يبقى الفاشون بتعبر عن الستايل على بيريودز مختلفة. يبقى الستايل ده هو الفريم وورك، ان انا بلبس فورمال ده الستايل، بلبس كاجوال ده ستايل، بركب سيارات رياضية ده ستايل، البيتي بتاعي مودرن ده ستايل. انما شكل الفورمال بقى بلبس بيزنس كاجوال، ده فاشون. بلبس الكاجوال بتاعي عبارة عن شورتات مش عبارة عن بنطلونات، ده فاشون. البيت بتاعي المودرن، انا شكل الاوضه بيبقى بقى السرير بشكل مختلف، بدل ما هو بقى السرير طويل يبقى السرير عباره عن دايره مثلا او مربع، ده فاشون. ياخد وقته وبعدين ينزل ديكلاين وتظهر موضه جديده. الفادز بقى غير كده خالص. الفادز هي الصيحه او التقليعه، اللي هي حاجة بتظهر بسرعة جدا 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 جدا، وهوب فجأة ايه، تختفي تماما ولا يذكر لها اي اثر. انظر حولك كده هتلاقي الكلام ده موجود في بعض الاغنيات اللي بتلاقيها تقليعة والناس كلها عمالة تسمعها ليل نهار، وفجأة ظهرت من تعرفش جت منين، وخلاص كل الناس بتتكلم عنها، وفجأة اكنها لم تكن موجودة خالص واختفت تماما. هتلاقي بعض المنتجات كده نتيجة الحملات الإعلانية ابتدت تبقى فاد صيحة، ابتدت الناس كلها تشتريها 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 تشتريها، وبعدين فجأة كده ايه، اختفت تماما ولم يعد لها أي وجود. ده الفرق ما بين الستايل والفاشون والفادز. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.